بصوا يا جماعه، جالي سؤال حلو قوي بيقول لي ان انا القلق ما بيجيش معايا بتفكير كارثي زي ما انت بتقولي، لكن بيجي معايا بان انا اهرب اروح الشغل. هنا بقى نحب نعرف، انت بتشتغل في اورجانيزيشن، في شركه كبيره، في مكان في ناس مديريني وفي موظفين تحت مني، ولا بشتغل بطولي؟ بتفرق معانا ليه؟ لان طول ما انا قلقان يبقى معناها ان انا عايز اخلص من اللي ورايا، لاني متخيل ان ده اللي قلقني، فعايز اروح الشغل انجز ده. طب بعد ما انجزته، لا جوه وراه حاجه تانية عايز اخلصها، طب يلا خلصها، طب ده كمان، طب ده كمان، طب ده كمان. ده لما بيشتغل لوحده بيبقى طول الوقت عمال ينقل من تاسك للتاني، من تاسك للتالت، من تاسك للرابع، فتاسكات في حياته. ده انسان بيأدي بشكل جيد جدا وبشكل عالي الجوده، بس ده على حساب ايه؟ انه انجازات في انجازات في انجازات. فين الفيلينجز؟ فين الاحساس؟ فين الهدوء النفسي؟ فين ان انا في لقطه كل الانجاز ان انا قاعده بحلق في السقف مفيش حاجه اعملها؟ لا، انا لازم ابقى طول الوقت كاني راكب. عارفين العجله في العربيه؟ هي طول الوقت بتلف، هو عامل كده متشعبط في العجله، فطول الوقت بتلف 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 بتلف. طب هو هيهدى امتى؟ طب لو اي سبب من الاسباب الامور هديت، اي سبب من الاسباب، لا ده هيمشي على السقف. مش متخيل ان هو ما عندوش تاسك يعمله. وهنا بنبتدي نفكر في انه صوره القلق جايالي بشكل كده ايه، عشان ما يتقالش عليا ان انا عندي يعني وسواس، انا عندي قلق الشغل، طول ما ورايا حاجه اعملها لازم اخلصها. بس ما هو برضو الفكره الوسواسيه بتقول ايه؟ انه كل ما اعمل حاجه لا في حاجه هتتعمل او في حاجه تعمل احسن، فافضل بور فيها. مش معنى ان انا بنقلها من حاجه لحاجه يبقى معنى كده ان انا تخلصت من الفكره الوسواسيه. الفكره الوسواسيه ان الشغل ورايا. فالراجل بعد بيقول لي ايه؟ ان انا ما بقلقش بتفكير كارثي، انا بقلق بان انا اهرب للشغل. احنا ما اختلفناش ان في كل الاحوال في قلق، بس هو بدل ما افكر في كوارث انا بروح اتاكد ان الكوارث مش هتحصل باني افضل اعيد وازيد واعمل كل حاجه. في كلا الاحوال ده نمط تفكير وسواسي شويه بيخليني افضل طول الوقت بفكر في اللي جاي، على طول عايز انجز. وده مش وحش في الشغل، بيعطلني شويه ساعات او بيخليني ابص في حاجات اكتر من اللي المفروض اعملها، وممكن يخليني ابقى طول الوقت مركز في شغلي. لما بتيجي تخش المشاعر في حياتنا بنبقى شايفين ان ده مضيعه وقت. مشاعر ايه اللي انت بتتكلمي فيها؟ نخلص ننجز تاسكات. حتى كان عندي حد غير الشخص اللي بعت لي السؤال ده بيحكي لي على انه لما كانت خطيبته تقول له تعالى ننزل نشتري النجف. نجف ايه؟ انا عندي تاسك اخلصه. روحي نقيه انت. تعالى نروح نبص على السجاد. سجاد ايه؟ ما تجيبي سجادتين وخلاص. فابتدت خطيبته تتضايق ان هو مش مهتم باهتماماتها واهتماماتهم في بيتهم، وبقت تقول انه هو بيحبني، هو عايزني، هو عايز البيت، ولا هو عايز التاسك ده يسقطه من على انجازاته؟ اصل ده لازم يتعمل فيلا نعمله. فهنا المشاعر ما بينهم هما الاثنين بقت جافه شويه، بقت تاسك من ضمن تاسكاته. فخلي بالك ما تعملش كده عشان ما تبقاش الجوازه تاسك من ضمن تاسكاتك، والعيال وتربيتهم تاسك من ضمن تاسكاتك. لكن مشاعرك فين؟ مفيش غير هو القلق اللي انا حاسس بيه. في مشاعر تانية حلوه كتير قوي، جرب انك انت تتعلم ازاي تحسها.